بسم الله الرحمن الرحيم وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى اله وعلى اصحابه الموجودين. بالنسبه لصاحب مصر، انا قلت لما جيت اتكلمت عليه قلت ان انا خلال الهيئه الفلكيه والنبوءات القديمه والجفر اللي قامت عليه الدنيا، اللي انا قلت للرسول عليه الصلاه والسلام وعلى ال بيته ملك كتاب الجفر للامام علي. طلعوا عليا السلفيين والاخوان وهددوني بالقتل على اني شيعيه. طب منين شيعيه ومنين انت يا شيخ حازم يا ابو اسماعيل بتقول ان انت صاحب مصر؟ يبقى انت تثبت الكلام بتاعي. يبقى هنا في تناقض في الكلام ما بين صاحب مصر والجفر. انا عايزه اقول لهم ان انا ما بخافش من التهديدات وان انا اقوى منهم كلهم. وفي كمان دخلوا على خط معايا ناس جديده بتساومني على فلوس عشان برضه اقول انهم اصحاب مصر. اولا يا جماعه انا مش هبيع هذا الرجل باي مال لان هو راجل فقير. انا مش هختار واحد غني عشان اعمله صاحب مصر ونقسم مصر على دماغنا، يعني علينا احنا. سوري كنت انا في اللغه العربيه ما بتكلمش كويس. المهم ان انا بقول الكلام وخلاص. ما انا مش جاي هنا ادرس لغه عربيه، انا واحده طول عمري مش قاعده هنا عشان الاخوه اللي بيقولوا انت بتتكلميش عربي كويس وانت مش مصريه، واقول لهم انا مصريه. هيسكت. انا بقول للاخنس انت فاضل لك شهور يا اخنس. انا عايزه اقول لك تنبؤاتي مبنيه على نبوءات قديمه، نبوءاتنا قديمه لانبياء، وخصصتها بالجفر اللي املاها الرسول عليه افضل الصلاه والسلام للامام علي كرم الله وجهه. ماشي؟ لما اجي اخدها من حركه الكواكب هقول لك ايه؟ هقول لك لما الكواكب بتكون في حركه سيئه بالنسبه لنا كفلكيين بتعطينا شيء من الانتباه، ولما بتكون جيده بتعطينا شيء من الثقه. السنه دي بقى ايه البلوه اللي عندنا؟ بلوتون وجوبيتر واورانوس متنافرين. بنستنتج من كده ان الارض بتكون مهدده بعنف وثورات عنيفه، حتى في دول الخليج الآمنة هتقوم فيها. اعلم ذلك. ولو قلنا كوكب جوبيتر بيخش برج السرطان فده معناه كشف لمخططات إجرامية وإرهابية. طبعا زي المتأسلمين هنشوف بلاويهم في الفترة ديت. وعايز أقول لهم إن النص الثاني هنبتدي من بعد نص 6 هتبتدي البلاوي والإجرامات بتاعتهم بقى والدم والحاجات اللي هم شغالين فيها دي. ولو قلنا ساترون في العقرب بقول لاخواتي المسيحيين ان في محاولات لعمليات تهجير ليهم، ينتبهوا. في مخطط لاضطهاد لحرب اهليه واضطهاد المسيحيين. لازم نكون نعلم ان حركه الكواكب دي بتكون في هذا الشيء. في كمان خصوص الاخوان بقول لهم صاحب مصر لكم بالمرصاد. بقول لهم صاحب مصر عارف كل حاجة عن بلاويكم. بقول لهم أنا بشوف كل اللي انتوا بتفعلوه وأنا لكم بالمرصاد. بقول لهم انتوا ما تقدروش عليا ولا على صاحب مصر. بقول لهم معانا حماية إلهية من ربنا وآل البيت. بقول للسلفيين دولكم ديت إن شاء الله هتتأثر قريب. حريم مصر الأشراف، حريم مصر إنه الأتقياء الأذكياء لهم مني ألف تحية. أنا عارفة إن كل ست في مصر ب100 راجل. أنا شدهم بقول لهم كل واحدة تمسك الوباء بتاعها وتحرر بلدها من الدقون الكاذبة والمنافقة. بقول لأقباط مصر ما تخافوش، قلبي معاكم. أنا أعلم أنتم قد إيه مضطهدين، وأعلم كمان إن في محاولات لتهجيركم كبيرة. بقول لكم ما تخافوش، والله حقكم هيرجع، والله ربنا معاكم. وبشكر كل القساوسه، بشكر اخواتي المسيحيين اللي معايا على الفيسبوك انه بيبعتوا لي ادعيه وايات من الانجيل وبيقولوا لي والله انت ملائكه يعني تحطني يا جوي. بقول لهم الف شكر، وان شاء الله ربنا يتقبل دعاء كل المؤمنين من شعب مصر العظيم من مسيحيين ومسلمين، وانا واحده منكم. وانا الحمد لله مسلمه ولكن مؤمنه بكل الديانات وعلى عقيده وقاريه بكل الديانات السماويه. عايزه اقول لشعب مصر يمسك الساعه في ايده ويعد 2 و15 يوم على كارثه هتحصل في شعب مصر. ايه هو كارثه؟ اللهم بلغت اللهم فشل.
زي ما بيبلغوني بالقتل كده ويقولوا لي ايه هنقتلك لو ما قصيتيش لسانك. اللهم بلا. انا بقول لهم يا شعب مصر يا شعب العظيم امسكوا التواريخ والساعه في ايديكم. صاحب مصر بيكتب الجهز اللي رمول الدنيا عليه يا شيعيه يا زنديقه يا كفره. عايز اقول لهم ايه؟ انتوا اللي كفره وانتوا الشجره الملعونه، انتوا شجره الحنظل، انتوا شجره الحنظل اللي الجفر قال عليه، انتوا الشجره الملعونه شجره بني اميه. احنا الحمد لله شجره ال البيت ونفتخر بكده. صاحب مصر علامة العلامات، رايته وعجب لها إمارات، كلبه حسن رأسه محمد ويغير اسم الجد، وإن خرج من الحكم فاعلم أن المهدي سيترك أبوابكم، فقبل أن يقرعها طيروا إليه في كباب السحاب أو ائتموه زحفا وحبوا على السلك. عايز أقول إن في تغيرات مناخية هتحصل وهتستغربوا وهتعرفوا دي من نصرة رب العالمين عشان الراجل ده ياخد حقه. في عز الصيف هتشوفوا العجب، واقول العجب العجب ما بين جمادي ورجب، وانتظروا هتشوفوا حاجات ومهازل من عند ربنا، من عند ربنا وبصنع كمان الانسان. ايه العجب ده؟ هتشوفوا العجب في هتلاقوا تغييرات. احنا دلوقتي في زلازل هتحصل تاني اوريدي في دول الخليج ماشي، وده انذار، ده انذار من المهازل اللي بتحصل. وفي كمان استنوا مفاجآت لا في حاجات ربنا ما بيرضاش بالظلم. زي ما ايران كده حطت ايديها في ايدين الاخنس وربنا جاب لها زلزال وهيجيب لها زلزال تاني لانها خلاص ايران كده فلتت. ان شاء الله في هزات تاني هتيجي لايران وشعبها هيسول عليها. لما الموضوع دوت مش هقدر اتكلم فيه دلوقتي، لكل حدث حديث. صاحب مصر هو بيعلم هو مين منذ اكثر من 30 سنه. اكيد يملك هذه الرؤيه، اكيد عنده البرنامج اللي يحول تراب مصر الى ذهب، والا مش هجيب واحد من القهوه اقول ده صاحب مصر، وانا مش جايباه ولا انا مختاراه على مزاجي. ما انا اختار واحد غني بقى من اللي بيدوني عايزين يدوني ملايين عشان اقول انهم اصحاب مصر. انا مختاره ليه الراجل الفقير؟ مش انا اللي اخترته، ده ربنا اللي اختاره مش انا اللي اخترته، طبقا للرعايه الالهيه والاختيار الالهي الرباني. انا بروحانياتي وعوامل خاصه الشعب هيسوق، والجيش دايما واقف لشعبه، والجيش هيقف جنب شعبه. وبقول لشباب مصر ربنا معاكم. انا عارفه ان في كتير منكم هيروحوا بسبب هؤلاء المتأسلمين، هؤلاء المنافقين، بس ان شاء الله ربنا هينصركم وهيتلاشوا في الاخر وهينهزموا هزيمه صاعقه. بدأت اول ما نشأت الموقع بتاعي، اول ما ظهرت في قناه الفضائيه التحرير ابتدى بعدها مساومات، ان اقول ان مرسي هو صاحب مصر ومبارك هو الاخنس، والعكس ان دول حريم مرسي اللي بيقولوا لي كده اللي هم رجالته. بالنسبه لحازم ابو اسماعيل ان هو مقتنع ان مرسي هو الاخنس لكن هو صاحب مصر. في ناس بقى ظهرت على الخط جداد ما اعرفهمش بيقولوا لي لا احنا اصحاب مصر، فبقت التهديدات من كل جانب. اقل تهديد قالوا لي هنقطعك ونحطك في ميدان عام عشان تبقي عبره لامثالك. ده غير كلمه يا زنديقه ويا خوارج. عايزه اقول لهم انها مش جديده عليكم كلمه يا خوارج، ما انتوا قلتوها قبل كده للسيده زينب يا شجره يا معوجه ولا شجره يا ملعونه. اولا انا غيرت بيتي مش خوفا منهم، هم اقبل من كده ان هم. عايزه اقول لهم ان الرسول عليه الصلاه والسلام جاء ليتمم مكارم الاخلاق. اليس من مكارم الاخلاق ان تروعوا امراه؟ ام من مكارم الاخلاق ان تسبوا امراه؟ ام من مكارم الاخلاق ان تقتلوا امراه؟ رفقا بالقوارين يا مدعين. مش ده حديث رسول الله؟ مش رسول الله قال اوصيكم بالنساء خيرا؟ ولا انتوا بتاخدوا الاحاديث اللي انتوا عايزينها يا اللي دول كدابه يعني؟ انا قرفت منهم ومش خايفه منهم، والا ما كنتش طلعت. السعوديه بنت جدار اسمنتي بينها وبين اليمن طبعا بامر من الصهاينه، وحطت ايديها في ايدين الايرانيين اللي هو العدو اللدود ليها. اخشى من هذا الاتفاق اللي انا قبل كده قلت لحضرتك في ايدين بعض في حديث بشعب مصر، قلت لك على الضربه الامريكيه اذا حصلت بتاعت بوسطن ومحدش تنبأ بيها، ما افتكرش من زمايلي الفلكيين.
طيب العلاقه بين مصر وبين الولايات المتحده الامريكيه؟ مصر وايران طبعا دلوقتي بتمهد الارض لاخنس مصر عشان تثبته على الكرسي، وهتصدر فتوى قريبه للخامنئي بتقول ان مفيش حاجه من كتاب الجف ولا من علوم اهل البيت بتقول ان في صاحب مصر، وانا اتحداهم بالعلماء اللي بيعرفوا في الدين كويس مش المدعين. رايح قطر ان شاء الله تنكشف قريب، اللي بيقول على مصر ما بتعرفش تعمل حاجه غير بتعمل قرص الطعميه. عايزه اقول الاتوبيس اللي هو امير قطر انا بسميه الاتوبيس، عايزه اقول له هو مش قبل كده كان هيحصل انقلاب ضدك واللي خلصك صاحب مصر منه وبعت لك قبيله من اليمن رئيسها كان محمد شين؟ مصر اكبر منكم يا قطر، وان شاء الله هنجيب راسك ان شاء الله قريب، مناخيرك في الارض يا امير قطر، انت يلي بتخطط مع الصهاينه لايذاء مصر. ده مش حصل. انا عايزه اقول حاجه، ان بيستشهدوا الشعب الروسي بالطاقه السلبيه اللي حكيت عنها عن اخنس مصر، قالوا انه فعلا زي ما بيقولوا اخواننا المصريين او الشعب المصري انه طاقته السلبيه بتاثر عليه. اول ما راح جاء زلزال، ده رسول الله بيستشهدوا ان هو طاقته بتتابع الاحداث. انا قلت الاخنس الرسول اللي هو الاخنس مصر هو رئيس مرسي، واجزم على هذا الكلام. قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: سيكون بمصر رجل من بني اميه اخنس يليه سلطانا يغلب عليه الحكم فيفر الى الروم. وفي حديث اخر: سيكون بمصر رجل من قريش اخنس يليه سلطانا يغلب عليه الحكم فيفر الى الروم. صدق رسول الله. ماشي؟ هنا لو جينا قلنا هتقولوا لي هو مرسي من اميه، طب واحنا ايه اللي عرفنا؟ حتى لو هو مش من اميه، ما هو ماشي على نهج اميه. هو ماشي على نهج مين؟ ما هو ماشي على نهج مين؟ انا البيت بريئين منه، ماشي على نهج بني اميه، الشجره الملعونه في القران. الاخنس معناه هو الاختفاء والطوارئ. لو حسبنا كلمه اخنس بالارقام سيعطينا رقم 9، وهو بعلم الارقام البعد اللفظي للرقم، وهو معناه الفرار والرحيل. يا شعب مصر، تقدروا تقولوا لي في اي مصيبه من المصايب التي جرتها علينا جماعته لم يختفي ويهرب من الموقف ضاربا بمقدرات الشعب ومعاناه الشعب عرض الحائط، ولا يظهر الا بعد الهنا بسنه ليفاجئ الشعب بقرارات غريبه عجيبه ثم يتراجع عنها. الامر ده لم يحدث في تاريخ قاده العرب. لو شرحنا كلمه اخنس في القران: بسم الله الرحمن الرحيم، قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العلي العظيم. حين يربط دكتور مرسي أصابعه سبابته فهو يخنسها، وطالما أخنس الدكتور مرسي أصبعه متوعدا شعب مصر بالويل والثبور وعظائم الأمور، وكأنما الشيطان مختبئ تحت أصبعه يتوارى ويختفي. وأيضا في القرآن الكريم آية: فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس. والخنس هي الكواكب الأقرب للأرض، وتسمي الكواكب السيارة لأنها تختفي ثم تظهر، وباقي الكواكب ثابتة زي الكواكب المختفية اللي أنا مش بشبه طبعا مرسي بيها، كواكب أكبر منه بكتير، بس بتكلم على عملية الاختفاء في هذه الآية، زي زحل والمشتري والمريخ والزهرة وعطارد. لما أجي أقول إن مرسي بيدينا طاقة إيجابية، في طاقة سلبية. لما اجي اشرح الطاقه السلبيه هي المحيطه بالانسان ما تنعكس علينا من حولنا، اما بالامن والطمانينه او بالعصبيه والنكد. وفي اشخاص بناخد منهم طاقه ايجابيه تشعر معهم بالراحه، وايضا هناك اشخاص سلبيين زي اخنس مصر، كلما رايتهم او استمعت اليهم تشعر بالقلق والعصبيه والقرف، بتحس ان هتجيلك مصيبه من تحت الارض من اول ما تشوفهم، وخمول وتخاذل وترك العمل وكذب وخداع وخيانة وبعد عن الله والتشدد بالدين. الطاقة الإيجابية
هي النشاط والأمل في المستقبل والعمل والنظر في الحياة نظرة مستقبلية. أنا سأضرب لكم مثلا الزعيم الراحل جمال عبد الناصر ألهب حماس المصريين بخطبه النارية التي أدت إلى رفع معنويات الشعب. بعد أن كان يعاني من الفقر والجهل والمرض، تمكن بطاقته الإيجابية الارتفاع بمقدرات الشعب. أنور السادات الذي أهدى لمصر نصرا أكتوبر المجيد بطاقته إيجابية يندر وجودها في هذا العالم الآن، وزيارته للكنيسة الإسرائيلي حيث أطلق من هناك بهذه الطاقة الإيجابية روح نصر أكتوبر على إسرائيل. بينما أخنس مصر يختبئ الشيطان تحت أصبعه حين يخنسها، وكانت بطاقته السلبية المركزة جدا 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 سبب تشاذم المصريين وإشرافهم على الانهيار، الأمر الذي ينذر بحرب أهلية لم تكن بالحسبان مطلقا. كل ده اللي أقدر أقوله مقارنة بالرئيس مرسي. الدكتور مرسي أخنس مصر، وهفضل أقول إن هو أخنس مصر بأحاديث الرسول، ومش هغيرها بأي إغراءات، لأن الحمد لله أنا ما فيش حاجة بتغريني، وهيفضل دايما عندي هدف. أحب أقول كمان لإيران إن شعبك هيعرف حياتك، وكل كل أنصار أهل البيت وأتباعهم هيكشفوا حياتك اللي انت بتغيبي عن قضية المفروض إنها تطلع عشان تمهد لظهور الإمام المهدي. انت ليه بتعطليها؟ ليه بتحطي ايدك في ايدين الأخنس؟ مش هينفعك الأخنس قدام ربنا في يوم القيامة. وأحب أعرف كمان الشعب المصري إن إيران أو إيران والعمامات الإيرانية حط أيديها في إيدين جماعة الإخوان من 30 سنة، من أيام حسن البنا والخميني، وبيسموها بيسموها هندسة العلاقات الإيرانية الإخوانية. في عندهم علاقة اسمها الهندسة الإيرانية الإخوانية. وبحذر إيران بشدة ما نشهده بمصر من ثورة هتبقى قريب ضدك إيران. كل اللي بنشهده في مصر من كل ألاعيبك انت وأتباعك اللي انت معيناهم جواسيس عندنا بمصر، ان شاء الله قريب قوي هنكشفهم وهنعرفك انت مين. بقولك خط مصر خط احمر. في ان شاء الله ثوره قريب ايران من شعبها ومن الشعب الماضي في مؤتمر بيدعي ان هو مؤتمر في ايران ليؤكدوا على الامر اللي انا بتكلم بيه. بيقولوا ان الجيش والمخابرات هم اللي قايمين بقصه صاحب مصر، وبينكروا النبوءات القديمه، بينكروا علوم سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام وعلى ال بيته، وبينكروا علوم الامام علي اللي هو كتاب الجفر اللي هم بيمشوا بيه حسن ابو اسماعيل، وبيقولوا ان انا شيعيه عشان بتكلم من الكتاب. خلاص اللي بيتكلم من كتب ال البيت دلوقتي بقى شيعي. طب ما انتوا قلتوا على اكرم ميخائيل ده شيعي عشان يتكلم عن ال البيت، وقلتوا كمان ان احمد فؤاد نجم عشان كتب قصيده في ال البيت قلتوا عليه شيعي. هو انتوا سايبين حد جاب سيره الامام علي اللي ما قلتوا عليه شيعي؟ انتوا عايزين ايه؟ عايزين تشيلوا الدوله ال البيت وتحطوا بدلها الدوله الامويه، عايزين يشيلوا اسم فاطمه الزهراء ويحطوا بداله اسم هند اكله الادبان، عايزين يشيلوا اسم الامام الحسين ويحطوا بداله اسم يزيد الملعون اللي هم ماشيين على نهجه. لما قلت سياتي من لمصر الاخنس اللي هو مرسي رجل من اميه اخنس، حتى لو هو مش من اميه هو ماشي على نهج اميه، يبقى هو منهم من احب قوم الحشر بينهم. مخنس مخنس اللي هو مرسي هو الاخنس. وكمان عايزين يغيروا الكلام هو مخنس الاخنس. خلاص نتكلم عن صاحب مصر. حرام عليكم، هتزوروا التاريخ لمين؟ انت يا ايران هتزوري التاريخ لمين؟ عايزه ايه من الشعب المصري؟ من هلال الخصيب مش هتملكي كده عمرك. ربنا بيعطي كل واحد على قد نيته. طالما انت بتدعي ان انت محبه لآل البيت وبعت القضيه، يبقى ربنا لك بالمرصاد على ادعائك لهذا الموضوع. عايزه اقول في حوادث هتحصل، حوادث طائرات، وفي طوفان في بلد خليجيه، في تغيرات مناخيه هتحصل لربنا يثبت كرامته ان الراجل ده المفروض يطلع دلوقتي بدل ما نسنده. انا بخاطب الشعب المصري
بقول لهم حرام، يا شعب مصر بلدنا بخطر، بلدنا بخطر انتوا ما تتخيلوش. انهضوا، طالبوا ان الاخنس ده يمشي، طالبوا ان صاحب مصر اللي هيحول ترابها لذهب لازم يجي. وبقول له يا شعب مصر ويا جيشنا العظيم، انتوا عارفين قضيه التابوت اللي هيثبت صحه الكلام اللي انا بقوله. الشيخ علي جمعه المشير طنطاوي عارف الكلام دوت. الشعب المصري لازم ينهض ان التابوت ده لازم يطلع، التابوت اللي فيه بقايا هارون وبقايا سيدنا موسى، التابوت اللي فيه اسم الراجل صاحب مصر. لازم يا شعب مصر طالب التابوت اللي هتخلي بلدنا من احسن بلاد العالم. انا عارفه ان المجرمين اللي هم الاخوان والسلفيين والجماعات الفاشيه الاسلاميه مش هيسيبوا البلد تمر كده، لكن انا عايزه اقول لهم ان انا عارفه ان انتوا بتخططوا لموت شباب مصر، عارفه ان انتوا بتخططوا لمهازل، وعارفه ان انتوا هتوصلوا الدم للركب، بس الله اكبر فوق كل معتدي، الله اكبر عليكم، وان شاء الله نصر من الله وفتح قريب. ربنا يخلصنا منكم ومن ادعائكم يا مدعين. انتوا مدعين، انتوا المنافقين، انتوا الشجره الملعونه اللي قال عليها القران بتفسير ابن كثير وبتفسير جميع الناس المراجع الدينيه المحترمه. انتوا مش شجره الملعونه، انتوا شجره بني اميه. عايزه اقول لكم انا ما بخافش منكم ولا بخاف من المدعين. الحمد لله من كان سلاح، وربنا ما بيخافش منكم لان انتوا اقل بكتير، اقل يعني. انا بسميكم الحريم. انا ممكن اقول لستات شعب مصر انتوا اللي هتحرروا البلد، كل واحده تمسك في ايديها قبقاب وكل دقن مدعيه ومنافقه، زي ما حررنا بورسعيد، نساء حرروا بورسعيد بالشباشب والابائيب من الاعداء. عايزه اقول لهم هنحررها لان دول اعداء الدين بقى، دول اقوى من الاعداء التانيين، هم دول اعداء الدين اللي بيضحكوا باسم الدين، اللي عايزه اقول لهم عايزه اقول لهم انت بتطمن، انت شجره الاحزان، انا اسميك شجره الاحزان لما عانيته. ان شاء الله النصر قادم، وان شاء الله رسالتك الالهيه التي تمهد لها لله تعالى ولبلدك العظيمه مصر. بقول المخابرات المصريه انت كبيره قوي، ويا جيش مصر العظيم خلي بالكم من حدودنا الجنوبيه، خلي بالكم ان في الدقون دي ان شاء الله انها هتتقص قريب، خلي بالكم منها لان هم بيخططوا مخططات رهيبه لم يتوقعها احد. اللي انا شايفاه فوق اي مستوى ان انا اتكلم عليه، انا شايفه مهازل وربنا يسترها. عايزه اقول كلمه لاسرائيل، بقول لك مصر خط احمر. بصي في اللوجو بتاع جي عياد وتفهمي، خلي الحاخامات بتوعك يشرحوا لك ايه هو اللوجو اللي كل ملي بقصد فيه. انا بوجه لكم ان مصر خط احمر، خط كوكب زحل المعلم الصارم في مقدمه الهرم. لو حاولتي تبني اي اسس غير سليمه لمهاجمه مصر والجيش المصري، هتلاقي الشعب المصري لك بالمرصاد، والجيش المصري مش هيعديها لك بسهوله. انا اراكي يا اسرائيل ازاي بتخططي لضربات لمصر. انا عارفه انت بتخططي بايه. حل يعني الحاخامات بتوعك عايزاهم ينصحوكي بالمهازل اللي لو انت فكرتي ايه اللي هيجرالك، لان احنا اصحاب العلم، احنا اصحاب العلوم اللي انتوا بتشتغلوا بيها. ان وكاله ناسا الامريكيه بتشتغل بالعلوم اللي انا بشتغل بيها، اللي هو كتاب الجف، وكتبت عليه خاص جدا. لما راحوا يبعتوا لها كتاب الجف كتبوا عليه خاص جدا لاهميته، بيطبقوا عليه العلوم اللي بيشتغلوا بيها. وانتم يا جاهلين يا اللي ما تستاهلوش ان الواحد يقول لكم حاجه، يا مدعين يا منافقين، بقول لكم ان الكتاب دوت بياخدوه مننا حاخامات اسرائيل للتاثير على الفكر في العالم. فاذا خاطبك الجهلاء فقل سلاما. التابوت فيه اسم صاحب مصر، الراجل اللي انا ما اذكر اسمه حاجه كمال، هو بحدائق الزيتون. الراجل هذا الرجل افنى شبابه وعمره وما اتجوزش لحد دلوقتي عشان يحافظ على تراث مصر، على الاسم الرجل اللي هيرجع لنا مصر ترابها الذهب، اسم الرجل اللي بيه مصر هتحكم العالم والدول العربيه كلها.
عايزه اقول لكم يا جماعه الموضوع ده معتم عليه، ان كل الجهات السياديه عارفه ايه هو التابوت. يا شيخ علي جمعه، انت المفروض هذا الرجل جالك في فتوى بالاحلام اللي رآها وانت بكيت، انا اعلم ذلك. ليه متكتمين على الموضوع دوت؟ قولوا الموضوع، خايفين من ايه؟ شعب مصر بيضيع، الاخوان هيضيعوا بلدنا، السلفيين هيموتونا، عايزين اكتر من كده؟ شباب مصر العظيم عايزين تموتوه في الارض، تخلوا دمه في الارض؟ سوري بقى اللي عايب عليا يقول لي انت بتتكلميش لغه عربيه، انا مش جايه هنا مرجعيه دينيه ولا انا مدرسه لغه عربيه. تاريخ التابوت يرجع تاريخه لعصر النبوءات قديمه. في اسرار كتير، انا اكبر او هو اكبر من ان انا اقعد اتكلم عليه في 1 2 3. هو في اشياء عظيمه لهذا الشعب، وهيأكد كلامي، هيأكد ان في صاحب مصر اللي هذكر اسمه قريب ان شاء الله، ومش هخاف منهم زي ما بيهددوني لو ذكرت اسمه مش الاسم اللي هم عايزينه، زي ما اخنس مصر بعت لي حريمه عشان ان اقول ان الرئيس حسني مبارك هو الاخنس وان هو صاحب مصر. انا مش هقول كده، وانا ست ما بدعيليش بفلوس، انا صاحبه القضيه دي من سنين، انا تخصص قضيه صاحب مصر. عايزين ايه بقى اكتر من كده؟ وعايزه اقول كمان لحازم ابو اسماعيل اللي بيقول انا معاكي، او اتباعه اللي بيتصلوا عليا وعلى سكرتير بيقول لي انا معاكي في كل الكلام ان مرسي هو الاخنس يبقى هو صاحب مصر. لا، مش هقول كده، مش هبيع الشعب المصري عشان اي اموال، مش هبيعه، وانا صاحبه قضيه وهفضل لحد ما المظلوم شجره الاحزان ياخد العنايه الالهيه وياخد القدر الالهي اللي هينجدنا من بر الهموم اللي احنا فيه، اللي يودينا بر الامان ويخلي بلدنا احسن بلاد العالم. ان ممكن في يوم من الايام كل واحد صاحب مصر لازم يمسك عكاز من ذهب الانبياء يسند عليه. وامير المؤمنين جده الامام علي كرم الله وجهه كالتالي: اسمر اللون، نحيف الجسم، افنى الانف، اجلى الجبهه. اسمر اللون؟ ايوه اسمر اللون. في الجسم؟ اجلى الجبهه، نصفه العلوي غير نصفه السفلي، حزاز الراس، مربوع الشارب، صاحب الاسنان الغير متساويه، ويدور اسمه حول الميم ميم ميم، ويغير اسم جده. اتى رمضان، هذا ما اقصده. ربنا حقق لي بعلمي وكفاحي واخلاصي بعد بحث شاق ورحله في عوالم الحسابات والفلك، ومن قبل ذلك قلبي يخفق بحضرة آلام المهدي المنتظر الذي سيمهد له صاحب مصر. هو ده مواصفاته. أنا مش هذكر اسمه، أنا ماليش دعوة هو مين ولا شهرته مين، أنا هذكر اسمه في الوقت المناسب، وأنا عارفة إزاي أحمي نفسي من المدعين والمتأسلمين. ودلوقتي بأمر من صاحب مصر لم أذكر اسمه، هذا شيء خاص بي، اللي يذكر يذكر. أنا أشاهد صاحب مصر منذ سنوات السنين، أنا أراقبه وأشاهده، أنا معه بكل وقت، وهو أيضا يعلم ذلك. طبعا علامة العلامات رجل متزوج بسيط تعرض لظلم ما بعده ظلم، أنا أسميه شجرة الأحزان، أنا أطلقت عليه شجرة الأحزان، هو يعلم لماذا أطلقت عليه هذا الاسم. وأشكر صاحب مصر إنه أخصني بأول حوار له، وأشكره، هو بيعلم يعني بيني وبينه أمور روحانية كتير، هو يعلم. بناشد الشعب المصري، يا شعب مصر اتضحك عليكم، مع احترامي للرئيس السابق محمد حسني مبارك، لأني ما تعودتش أغلط في حد أكبر مني، مهما أخطأ ومهما عمل هو راجل في سن أكبر من والدي، وأنا ما أقدرش أعيب لأن الحمد لله أنا متربية، ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. بس كل اللي اقوله ان الرئيس السابق محمد حسني مبارك يعني بقضيه التابوت اللي بتكلم عليه، ان في اللي هيقولوا اللي هياكدوا لهم مين صاحب مصر. وقريب قوي هكشف عن اسم هذا الرجل، هو شجره الاحزان اللي انا بتكلم عنها، وهياخد حقه، واول ناس هياخد حقهم منهم هم ايران والعلامات المدعيه والسلفيه المدعيه والاخوان المتاسلمين، دول كلهم اول حساب هيتحاسب معاهم صاحب مصر، مش هيسيب اي حد. وبقول لمسيحيين مصر ان شاء الله هيرجع لكم حقوقكم
وهيرجع لكم كرامتكم اللي هدرت في عصر الاخوان المتأسلمين، احفاد الاخنس ولا اتباع الاخنس. ما بخافش منهم، انا ما بخافش منهم، انا بعتبر رجالتهم حريم. هم عايزين مني ايه؟ انا ما بخافش منهم. يهددوني بالاكل، يهددوني بكلام بذيء، بقول لان هو اخنس مصر وهو مرسي، انا ما بخافش منه، هو الاخنس، وبديله الحذر من اللي بيعمله لان نهايته قربت. وبقول له ايران اللعبه اللي بتلعبيها على الشعب المصري مش هتنفعك، لان الزلزال اللي حصل عندك نتيجه اللي انت حطيتي ايديكي في ايدين الاخنس، ولسه كمان هيحصل كتير من الزلازل، وكمان هيحصل ثورات عندك في بلدك. منطقه الخليج هيكون فيها طوفان وزلازل كتير. واحب اعرف الشعب المصري ان حصل اتفاق بين الاخوان وايران الاسبوع الماضي على تحسين صوره الاخنس، وذلك بدفع العناصر الشيعيه التابعه لايران في مصر هقول ايه؟ دفعوهم ان هم يغيروا كلامي وان يجيبوا من كتب الامام علي ان مفيش حاجه اسمها الاخنس، ومفيش حاجه في كتاب الجفر بتقول ان في صاحب مصر. ايران هتغير الدين عشان خاطر تنقذ مرسي. عشان ايه ده كله يا ايران؟ فين اهدافك؟ بعت القضيه عشان خاطر الاخنس؟ عموما هتكتشف قريب قوي للشعب المصري، وان شاء الله الشعب المصري هيرفض كل الاتفاق اللي انتوا بتعملوه عليه. وان الخمانئي كمان هيصدر فتوى قريبه بانكار موضوع صاحب مصر. انكروا براحتكم. بقول لكم ان الراجل ده محمي بحمايه الهيه، غصب عنك يا ايران وغصب عن الاخوان وعن السلفيين. هيقعد على المصايب، لانه محمي بحمايه مصر قادمه على تامرات كتيره. التامرات ديت هتنفذ بايدين الاخنس وحريمه وحاشيه. كوارث، هتبقى في مفاجآت كتيره. الشعب هيحصل حاجات لم يتوقعها، حتى في تغيرات مناخيه، في حتى كوارث مناخيه. يعني الشتاء هتبقى صيف والصيف هتبقى شتاء. هتشوفوا المفاجآت، هتشوفوا مفاجآت في الصيف كتير. وفي زي السعوديه هيحصل فيها كده. ده غير الانقسامات هيحصل حاجه عامله زي فيضان. مش هخوف بس الشعب السعودي، زي طوفان، زي الناس اللي على البحر يصحوا ان هم يروحوا مكان مش على البحر. في اماكن هتختفي. في السعوديه في قبر الرسول عليه السلام وفي بيت الله يعني حرام حميد. انا ما بقولش بالضبط، بعوامل مناخيه. يعني لسه تغيرات مناخيه. مفاجآت مناخيه، مفاجآت قول يا جولي. اخوانيه، سلفيه، سفليه. مصايرهم وفضايحهم هتظهر قريب قوي. هيعملوا كوارث لم يتوقعها الشعب المصري. زي قتل كثير من الابرياء، والسلطه والكبرياء اللي هم اتخدعوا ان هم بيفتكروا نفسهم هتدوم. مش هتدوم، بقولها واكررها، مش هيدوموا. والله فاضل لكم شهور معدوده، ليالي العمر معدوده، ويا هارب من الموت انك حتما هتلاقيه في مكان تاني. يعني بقول للي زي اللي هم كلهم واحد، ويا هارب من الموت انك حتما. مكتب الارشاد اللي بيحكم مصر مرسي دوت كده خيال مآتي. نموت شمال يمين. يلا بقى عشان يزودوا التهديدات اجهزه الكترونيه، لان بيخترقوني، وفي اجهزه مخابراتيه طبعا مش مصريه. انا احترم الجيش المصري والمخابرات بتاعتنا. زي الصهاينه بيراقبوني، حاكمات اسرائيل بتراقبني. وعايزه اقول كمان ان في عمليات سحر وشعوذه، بس هنكبر من كده، بتتعمل لي وبتتعمل لصاحب مصر. عايزه اقول لهم انا عامله زي حارس مرمى الكره اللي انا بصد كل شويه. انا عايزه اقول لهم انتوا ما تقدروش عليا. انا السحر ده تروحوا اعملوه لوحده عاديه. انا معايا جيوش مجيشه من ربنا. انا ما بخافش من الاسحار الاسود والوساخه اللي انتوا بتعملوها. والله 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 والله
هتتحاسبي يا ايران، هتتحاسبي على اللي بتعمليه ده. واول قرار هيصدره صاحب مصر هيقطع معاك العلاقات وهيطيح بالعلامات الكاذبه. ادعو بناشد البابا الثاني، اناشد شيخ الازهر، اناشد الجيش، اناشد شعب مصر العظيم، التابوت اللي هيخلص الموضوع، التابوت اللي انتوا عارفين مكانه، التابوت خلاص الشعب المصري. لقد فاض بنا الكيل، والله فاض بنا الكيل. بقول لو هم فكروا يقتلوني وروحي ربنا بعثها تاني وقتلوني تاني وربنا بعث روحي تاني وراحوا محرقني، مش هغير كلامي وهفضل اقول ان مرسي هو الاخنس. لو عملوا كده فيا 70,000 مرة هفضل اقول مرسي هو اخنس مصر.